صباح الخير يا أمامير. بقالي فترة سايبكوا تلعبوا وتهزروا وشايفكوا فرحانين وانتوا عارفين ان فرحتكوا دي تقيلة على قلبي، عشان كده لازم انكد عليكوا. ايه اكتر حاجة بقى ممكن تخوفكوا؟ ان نعمل حاجة غلط ومامي تعرف. بسم الله ما شاء الله، مفيش حاجة تقدر تخوف شيمو. انا الصراحة بخاف من الناس الغنية اوي. انا بخاف من شيماء. ما طبعا لازم تخاف، شكماني ليا هبة وطلة. ايه يعني محدش بيخاف مني؟ ونخاف من حضرتك ليه ان شاء الله؟ عشان في امتحان اخر الاسبوع خفيف. يا لهوي، ما جاتش في بالي دي. هو احنا مش هنخلص من الموضوع ده بقى ولا ايه؟ هو انتوا بتخافوا من الامتحانات ليه؟ ده الامتحانات دي حاجة جميلة خالص. والله انت اللي جميل يا هيثم. بجد مستر ممدوح ده فصيل، احنا لازم نخلص منه. بقول لكم ايه، محدش يجي يقول لي ساعدنا يا فيزو، انا الصراحة ناوي اذاكر. انا بجد مش طالبة معايا مذاكرة خالص، وبعدين انا كنت عايزة اعمل شعري عشان حن الدعاء، كده مش هلحق. ما تفككوا بقى من جو الامتحانات ده، انا معايا صنف عالي قوي. ايه يا جماعه ده؟ مفيش اي كرياتيفيتي في التفكير ولا ايه؟ ازاي يعني يا عم الكرييتيف؟ بصوا بقى، احنا نلهيه باي مصيبه تاخده ونخليه مش مركز يعمل اي حاجه. ازاي يعني؟ طب بس احسن يسمعنا. الله، منظركوا كيوت اوي وانتوا محتسين. ايه ده؟ ايه الشر ده؟ ده لو ابو الغضب كان هيحن علينا اكتر منه. ايه القرف ده؟ خلاص انا جه في دماغي فكره هقولها لكم بعد المدرسه. بصوا يا رجاله، احنا هنكتب له جواب غرامي ونوهمه ان في واحده بتحبه. الراجل ده متوحش، ما عندوش قلب يدق وينبض. اشتري منه بس يا شيماء. مش هنخسر حاجه، ادينا بنجرب. بقول لكم ايه، سيبوني بقى انا اكتب لكم الجواب ده، الكلام ده لعبتي. لحسن يصدق يا جماعه وبعد كده يكتئب. يا ريت يا اخويا. خلاص بكره من بدري نحط له الجواب على مكتبه. تمام. الله الله الله، جواب على مكتبي وكمان لونه بامبي؟ ده اكيد من الوزارة، لما نفتح ونشوف. عزيزي مستر ممدوح، بعد التحية والسلام تسمح لي اقول لك يا دوحة، عشان بجد انا حاسة انك حد قريب قوي من قلبي. لقد عجزت الكلمات ان تعبر عن مقدار حبي واحترامي ليك. خطها زبالة. لقد كنت وستكون دوحة قلبي الذي ينبض باسمك. انتظرني غدا وكل يوم مع جواب آخر. عزيزتك أمولة. الصراحه يبقى كفته قوي لو شك ان في واحده ممكن تبعت له جواب. انا متاكد يا جدعان ان الحوار ده مش هيدخل عليه. طب ما تراهن. انتوا مستعجلين على ايه؟ كله هيبان دلوقتي. الرك بقى على اللي كتب الجواب. من الناحية دي اطمن، انا عاطفي من زمان اصلا. يا اخويا انت هتقولي اتوكس. صدقوني يا جماعة، انا بعد ما اكتب الرسالة دي بفكر اعمل كتاب رومانسي كده وهسميه انا وحبيبي والكيف. ايه رأيكم؟ الدنيا ربيع والجو بديع، قفل لي على كل المواضيع. قفل. صباح الفل والياسمين عليكم حلوين. قال لك مش هتخش عليه، ده الراجل بيحب على نفسه يا عم. عفارم عليك يا بوب. تشكر يا معلم. ده مش معناه ان الامتحان اتلغى يعني. مستر ممدوح، انا عايز اسأل حضرتك سؤال. هو الامتحان جاي في اللي احنا خدناه بس ولا في المنهج كله؟ يا ابن الدحيحه، ده عنده استعداد يذاكر المنهج كله. ما تقول حاجه يا فيزو. فيها ادم، ما تسيب الواد، هو لازم يبقى فاشل زيك؟ امتحان هنا مش فاضلكوا دلوقتي، عندي حاجات اهم منكم بكتير. كانت كونيلة. يعني مفيش امتحان اخر الاسبوع؟ لا. تيرارارارا. تصدق ابتديت احبه. ايه ده؟ صحيح، الحب بيصنع المعجزات. لازم نكمل عليه ونضرب على الحديد وهو سخن. بوب، بكره جواب تاني بقى يطلع من نافوخه. جواب تاني؟ ما هو خلاص يا جماعه لغى الامتحان. الجواب اللي فات قلنا له فيه ان احنا هنبعت لك كل يوم جواب، كده لو ما بعتناش ممكن يشك انها اشتغاله وينتقم ابشع انتقام. ابشع انتقام؟ لا يا عم اكتب. ماشي، بس بعد كده الجواب ب5 جنيه لا مؤاخذة. لقد عجزت الكلمات أن تعبر عن مقدار حبي واحترامي ليك. لقد كنت وستكون دوحة قلبي الذي ينبض باسمك. انتظرني غدا وكل يوم مع جواب آخر. عزيزتك أمونة.
أمولة بعتلها جواب، أمولة ولا سالت فيا، أمولة إيه الأسباب، أمولة ما ترد عليا، أمولة شك شك أمولة. عزيزي مستر ممدوح، سامحني على هذا، ولكن ذلك سيكون آخر جواب أبعتهولك، لأني وجدت إنك كثيرا علي. عزيزتك محمود. لا بروحي فتاة بالعفاف تجملت، وفي خدها حب من المسك قد نبت. هو الراجل ده بقى حالته بؤس كده ليه؟ ده شوية ولا يقعدن على الطريق ويشتكي. يا جماعه كده الصراحه هبل، الراجل حالته عماله تزداد سوء، وبصراحه صعبان عليا. اي نعم الراجل ده ما بينزليش من زور، بس الشيمو ما ترضاش بالظلم. طب وهنعمل ايه؟ بقول لكم ايه، احنا لازم بكره نقول له ان احنا كنا بنهزر معاه. بنهزر معاه؟ انتوا عايزه يهزر على وشك ولا ايه يا ادم؟ لا يا عم مستر ممدوح برضه طيب، مش هيأذينا قوي. خلاص يا عم الشجاع، روح قول له انت، بدل ما انت قاعد تتفزك علينا من الصبح. انا انت خايف ولا ايه؟ خاف ليه بقى؟ ان شاء الله هروح اقول له وخلاص. كل ذنب انه لقاني، قلبي مخلص مش اناني، في زمان الحب فيه كلمتين كدب في اغاني. مستر ممدوح ايه يا حبيبي؟ انا عايز اقول لك على حاجه. ادخل دلوقتي يا ادم وبعد الحصه نتكلم. عاملين ايه يا امامير؟ عندي ليكوا اخبار تحفه. احب اعرفكوا على خطيبتي وحبيبه قلبي من جوه. خطيبته؟ اموله. يا مسبتشي. اعرفكوا على ميس اماني مدرسه اللغه الانجليزيه وخطيبه مستر ممدوح. جود مورنينج كلاس. انا بس حابه اقول لكم ان ميس ايمان مشت وانا اللي مكانها، يعني بكره في امتحان، ويا ويله وسواد ليله اللي بكره هينقص نص درجه. فهمت يلا انت وهو؟ بعد اذنك يا حياتي نخليها ربع درجه، اصل انا بحب العيال دي قوي. انت تؤمن يا دوحه.